مصمم التسديده، خطر النادي الاسماعيلي، ممكن العرضيه يلا محسن، لسه في لخبطه، لسه وجول، جول للنادي الاسماعيلي بالعافيه. انا للاسماعيلي، انا للاسماعيلي. بعد 8 ماتشات 4 انتصارات، تعادل 1 و3 هزايم، جه الوقت اللي نمسح فيه ونكتب من الاول. اهو ماتش انبي بقى كان الاستيكه. ماتش انبي اللي كان تحت قاده القائم باعمال المدير الفني الكابتن اشرف خضر، لعبنا فيه بال4-3-3 المعتاده او 4-4-2 دايموند على حسب ما انت متخيل الملعب عامل ازاي، بس بتغييرات جذريه. دفاعيا رجع شوقي السعيد للقلب، وعلى سبيل خط الوسط رجع تاني عماد حمدي لظبط زوايا الارتكاز، واحمد سمير فرج رجع تاني اساسي على حساب بهاء مجدي ما نزلش اساسي. مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. هجوميا بقى في غياب تورك جبرين ادى الفرصه لابراهيم حسن ان هو يلعب اساسي، ابراهيم اللي اخر مره تسمع اسمه فيها في الحلقه دي دلوقتي، لان ملخص تاثيره كله في المباراه كان في اللقطه دي. البشري تترد تسديده تخبط تاني وتترد، ابراهيم حسن يلعب العرضيه، بص الثلاثي، بص مروان محسن ومحمود عبد العزيز، وبصوا في الاخير محمد فتحي. اكتر التغييرات تاثيرا بقى في رايي في التشكيل الاساسي بتاعنا في المباراه دي كان الدفع بمروان محسن كمهاجم صريح لوحده من غير بناهيني. سامعك اللي بتقول لي بناهيني مين يا ابن بكل بساطه انا مش ناسي ان بناهيني عمل كده. الدوري المصري الاماميه عند ايمانويل بناهيني بيحاول يستلم فرصه بناهيني، لكن يا راجل لكن وجود مروان محسن جوه ال 18 لوحده كمهاجم صريح عليه كل الاعباء دي هيقلل من حريه حركته، وده هيحد من خطوره مروان محسن تماما. ولما مروان محسن يرجع تاني يصنع نفس الفرص ويتحرك زي ما هو عايز، هنشوف ان السنتر فيرود بتاعنا المكان بتاعه هيبقى كده. مروان محسن، مروان عايز يخش جوه ال 18، مروان عايز يعدلها على يمينه، ابها عرضيه لمين؟ لمحمد ناصر. 90 دقيقه قدام انبي شهدت كل حاجه صح وغلط عملناها الموسم ده، استحواذ سلبي، اخطاء دفاعيه متكرره، توهان وعدم التزام في الشوط الاول، قبله رغبه في الفوز، قتال على كوره، حماس وسبرنتات وهجمات مرتده فعاله جدا في الشوط الثاني. تقدر تشوف اللامبالاه وانعدام الروح بتاعه هزايم المقصه وبتروجيت والداخليه في الشوط الاول، وتقدر تشوف في الشوط الثاني 11 لعيب بيلعبوا على النجيله كانه الماتش الاخير في تاريخهم. في بترو سبورت كانت النقطه اللي نبدا من بعدها اول سطر جديد. ايجابيات المباراه، اول حاجه عماد حمدي. برجوع عماد حمدي خط الوسط بتاعنا اتزن. عماد قاد خط الوسط كويس دفاعيا وهجوميا، ده لما افتكرنا ان لينا هجوم في الشوط الثاني كان دايما موجود، وعرفنا كويس اهميه ان يبقى في حد في الملعب يغطي قله خبره محمد فتحي وايا كان اللي بيعمله محمود عبد العزيز. الايجابيه الثانيه مروان محسن. قليل قوي لما تلاقي لاعب شاف المدرب بتاعه مشي، الفريق بتاعه مش مستقر ومجبر ان هو يشيل هم مكانين في الملعب، ومع كل ده يهاجم يدافع وكمان يصنع نفسه فرص. ساحر ويحط العقده في المنشار. مروان محسن اثبت في المباراه دي ان لما نبقى في احسن حالاتنا هيبقى هو نجم المباراه، ولما نبقى في اسوأ ايامنا هيبقى هو الحاجه الوحيده المحترمه في المباراه. الايجابيه الثالثه رغبه الفريق في انه يفوز، دي اول مره نعملها من بدايه الموسم ده ونقلب النتيجه بعد ما كنا متاخرين لفوز مش حتى تعادل بس. لاول مره نشوف اللعيبه بتستقتل على النتيجه بالشكل ده، ولو حتى كان الاداء قليل شويه عن المطلوب الا ان الحماس والروح اللي موجوده عند اللعيبه دي هتوفر وقت طويل قوي عن المدرب الجديد اللي كان المفروض انه يعملها جواهم من الاول. اما عن سلبيات المباراه فكانت كالتالي. بعد ما اعترفنا في الحلقات اللي فاتت ان دفاعنا بالشكل الحالي بتاعه ده زي مرض السكر، زي مرض الضغط، زي العشوائيات، حاجه مكمله معانا والمفروض ان احنا نعيش ونتعايش بيها. مش قادر برضو اسكت لما اشوف دفاعنا 80% على الاقل من العرضيات اللي بتتلعب عليه جوه منطقه جزائه على خط الست يارده بتاعه مش قادر يقطعها. اتعود عليك يا حبيبي، اتعودت عليك، اتعود عليك يا حبيبي، اتعودت عليك. تاني سلبيه محمد صبحي. بس قبل ما تشتم انا قبلك كنت فرحان ان محمد صبحي رجع تاني للتشكيله الاساسيه، حارس بقيمته وباللي قدمه للنادي يستحق فعلا ان هو يبقى له مكان اساسي. بس النقطه السلبيه في اداء محمد صبحي دي هي بس للناس اللي لسه متابعه الاسماعيلي جديد، لان من قديم الزمان ومحمد صبحي بيعمل في اعصابنا كده. مرحب لرجوعك لينا تاني يا فندينا، مرحب لرجوعك لينا تاني يا فندينا، وسلام على طول السلام، والست
السلبيه الثالثه، ودي حاجه مش في ماتش انبي بس، دي من بدايه الموسم، الاسماعيلي كهجمه مرتده فعاليته اعلى بكتير من الاسماعيلي كاستحواذ. فلو خدنا الشوط الاول مثال هنلاقي اننا كنا قاعدين ننقل الكوره باستحواذ سلبي للغايه، اللعيبه مش عارفه تتقدم اسرع من كده، وكاننا مستنيين نضغط في الشوط الثاني عشان نبدا نهدد مرمى الخصم. دي سلبيه كبيره جدا لما تلعب فريق زي انبي مش متوقع اصلا انه يستحوذ عليك. متخيل لما انت تبقى بتلعب على الهجمه المرتده واللي قدامك بيلعبك على الهجمه المرتده، هيبقى ماتش عامل ازاي؟ بره السلبيات والايجابيات بقى، احب اوجه الشكر لمحمود عبد الرازق شيكابالا. ايا كان القرار اللي خده شيكابالا، الا ان نهايه طريقه مع الاسماعيلي في مباراه انبي كانت فعلا شكل يليق بلعيب عايز يعمل حاجه للاسماعيلي طول الفتره اللي لعب فيها. بتاريخ 30/12/2015 كنت فخور جدا اني احط محمود عبد الرازق شيكابالا لاخر مره في ايجابيات مباراه في الكره لونها اصفر. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. وتقسيمه المباراه في راينا كانت 50 دقيقه لانبي و40 دقيقه للدراويش، ورجل ليله الجاز كان في راينا مروان محسن. مهاجم صريح ماشي، مهاجم متحرك ماشي، خط وسط ماشي، ما تشربش برضك ماشي. كان ماتش من الماتشات اللي نقدر نعبر عنها مش عارف تفرح له وتزعل له كده يعني، بس كان لازم عشان نمسح ونبدا مرحله جديده. المباراه الجايه لينا مع اتحاد الشرطه يوم الاحد، المفترض انها تبقى تحت قياده المدرب الجديد الاسماعيلي نصر الدين النابي، الراجل اللي شاف الفريق قدام انبي كويس من مدرجات بترو سبورت. وبدل من التشجيع المعتاده اللي بنحطها في اخر كل حلقه، هنحط لكم ملخص اللي قاله بين الشوطين في المباراه بتاعه انبي. الحلقه دي ملهاش سؤال، بس عايزين نعرف رايكم في الراجل ده كمدرب جديد للنادي الاسماعيلي، وايه اللي تعرفوه عنه قبل ما يجي الاسماعيلي. ولحد نشوف بعض الماتش الجاي، ربنا دايما هيجمعنا على حب الاسماعيلي، في السهل في الصعب في الحين 45 دقيقة والإسماعيلي خسران. يعني شوية في شوية يعني زعل وتركيز مع الكرة، فعنا الوقت إن شاء الله. يشرفني جدا أن أتواصل مع كل الإعلاميين في مصر في حدود يعني الممكن واحترافية. كل مدربين عرب يتمنوا يجيهم فرصة باش يدربوا في مصر. أقول هذا بكل واقعية وبكل تجرد، وليس كلام لإسعاد المستمعين. ثم بكل صراحة احنا يعني الإسماعيلي عنده شعبية كبيرة في المغرب العربي، لكن المهم بالنسبة لي أنا هو الإسماعيلي حاليا يمر بفترة فراغ، والحين بديت نفهم علاش فترة الفراغ هذه. هناك إمكانية الخروج من هذه الفترة، فترة صعبة لكن ماهيش يعني كارثية الفترة هذه. إن شاء الله بشوية وقت يعني الإنسان ما ينتظروش اللي دائما باش يولي لعب وتكتيك واحد، لا، هذا كلام كالصبورة. أنا ميدان مش صبورة، والميدان يتطلب الوقت والتكرار والجدية والالتزام والانضباط، لأنه كرة قدم مثل هذا ما فيش انضباط تكتيكي على الميدان مستحيل تعمل نتائج.